الاسم جه ازاي؟ مثلا أسوان. أسوان أيام الفراعنة كانت اسمها سونو. يعني إيه سونو بالمصري القديم أو بالفرعوني؟ أرض السوق. وما زالت هي أرض السوق، لأن كانت المنتجات تيجي من أفريقيا ومن من الشمال. في المكان دوت في أسوان يتم التجارة والتبادل، عشان كده اتسمت سونو بمعنى أرض السوق. لما دي ايام الفراعنه 3200 سنه قبل الميلاد. بعد كده الاسم يا جماعه اتحول من سونو الى سين ايام اليونان. تمام. لما الاقباط جم في مصر اتحول من سونو لسين لسوان. الاقباط سموها سوان. لما العرب جم، دائما العرب في اللغه العربيه ما ينفعش ان انا ابدا بحرف ساكن، لازم يزود حرف متحرك، زود الالف بقت اسوان. تمام. اسوان تعتبر البوابه الجنوبيه لجمهوريه مصر العربيه، وبتبعد 900 كيلو متر، مش 1000، 900 كيلو متر تقريبيا يعني من القاهره، من العاصمه القاهره. وتتكون محافظه اسوان من بالظبط 5 مدن، مش كبيره، زي مش هنقدر نقارن طبعا مع القاهره وشبرا لا. من الشمال الى الجنوب مدينه ادفو. بتقع مدينه ادفو 100 كيلو متر شمال اسوان. وتتميز مدينه ادفو بمعبد حورس، اتبنى ايام البطالمه. المدينه الثانيه اسمها مدينه نصر النوبه. مدينه نصر النوبه انتوا عارفين طبعا لما السد اتبنى، عبد الناصر الرئيس ناصر حول او هجر النوبيين فسكنهم في مدينه اسمها، خدت اسمه مدينه ناصر. دي بتبعد 70 كيلو متر شمال اسوان، وهناك فيها المنتجات النوبيه المعروفه اللي انتوا بتشوفوها. خدوا بالكم يا جماعه، في النوبه في جنسين. دي بقى كانت الدراسه بتاعتي في المانيا. في قبيلتين كبار، قبيلة اسمها الفاديكا يعتبر شمال زي الدلتا كده، والكنوزي يعتبر الجنوب. المدينة الثالثة مدينة كومومبو، طبعا معروفة. أقدم مصنع سكر اتعمل في مدينة كومومبو 1908. تمام، مصنع السكر. وفيها معبدين من أشهر المعبدين، هو يعتبر معبد بس مزدوج، يعني لأن في إلهتين بيتعبدوا هناك. رابع مدينة مدينة دراو، 30 كيلو متر شمال أسوان. طبعا دراو معروفة بسوق الجمال، يعني أكبر سوق جمال في جمهورية مصر العربية موجودة هناك في مدينة دراو. على فكرة في ناس بتيجي من عدة محافظات عشان تشتري الجمال دي أو لحوم الجمال. طبعا دراو 30 كيلو متر زي ما قلت لكم شمال أسوان. والمدينة النهائية والأخيرة أبو سمبل 280 كيلو متر جنوب أسوان، على الحدود السودانية ما بين السودان ومحافظة وأبو سمبل بالضبط 30 كيلو متر من من أبو سمبل لحد وادي حلفة. وأنا صغير طبعا قلت لكم أنا اتولدت هناك، يعني كان والدي لما مؤاخذة يعني نركب الحمار ونمشي الصبح بعد صلاة الفجر نروح لقرايبنا في وادي حلفة، يعني على الساعة الظهر يعني بالظبط كده، أو قبل كده كنا بنبقى في السودان. تقريبا عدد سكانها 1,000,000 مواطن في أسوان. ال1,000,000 واحد دول بينقسموا إلى 3 قبائل، اللي نسبة 60% منهم نوبيين. وبعد كده في قبائل اسمها البشارية اللي هم هتلاقيهم سكان في الجبل. والقبائل الثانية العبادلة أو العبابدة، يعني دول نسبة لعبد الله بن الزبير، يعني من أيام الفتوحات. وإحنا بكرة لما هنزور جزيرة النباتات هنشوف بدر الدين الجمالي باني القبب بتاعته على حدود أسوان، لأن العرب جم طبعا لما أنتوا عارفين معاهدة البخت 31 هجرية. عبد الله ابن حجر أكبر أو أقدم شاهد قبر موجود في جمهورية مصر العربية هنا في أسوان. عشان كده في منطقة اسمها كسر الحجر نسبة لعبد الرحمن خير الحجر. ده جاء مع الفتوحات الإسلامية لما عمرو ابن العاص فتح السودان، كان قائد الجيوش في ذلك الوقت عبد الرحمن خير الحجر، اتوفى في أسوان واتدفن هنا. فعشان كده برضو فيها في مقابر الفاطميين، واحنا راجعين كده هتشوفوا انتم مقابر الفاطميين بكرة
عند تمثال العجاد. فدي بالنسبة لمحافظة أسوان. ثلاث قبائل الموجودين. طبعا أسوان معروفة، هنتكلم بقى في الناحية المناخية. يعتبر أسوان رقم واحد، يعني يعتبر من أهم المشاتي في العالم، لأن درجة الحرارة هنا عندنا الحمد لله في أسوان تتراوح ما بين 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية في الشتاء.